طيب يا شباب، فيديو جديد. النهاردة تقريبا احنا خلاص في العشر الأواخر من رمضان. لو هديكوا نصيحة فانت ركز في العشر الأواخر دول في العبادة. التمرين على راسنا وبنحب التمرين وبنحب الجيم، بس العبادة أهم من كل حاجة. مش هقولك سيب الجيم وما عدتش تروح الجيم، بس هقولك إن دي فرصة انت مش ضامن هترجع تاني ولا لأ. في ناس كتير حبايبنا وقرايبنا رمضان على طول، فانت مش ضامن رمضان الجاي انت موجود ولا لأ. النهارده لو خدت بالك هتلاقيني ان انا مقلل تقريبا حوالي 10 كيلو في السكوات. يوم زي النهارده كده انا جاي مجهد خالص، حاسس ان انا مش في احسن حاجه، ونومي كان وحش جدا، فادائي في التمرين حاسه ضايع. فلما تلاقي فعلا نفسك مجهد وحاسس ان انت فعلا مش قادر تتمرن بنفس كفاءتك في الايام العاديه، بعمل حاجه زي ان انا بقلل اوزان. يعني انا النهارده لو بصيت هتلاقي ان انا مقلل في السكوات تقريبا 10 كيلو عن العادي بتاعي. انا كنت بلعب بالوزن ده واجيب بيه 10 عدات، انا جبت بيه 8 عدات وقللت كمان 10 كيلو اصلا عن الوزن اللي انا بلعب بيه. يعني انا في العادي هلعب ب 130 وهجيب بيها 6 او 7 عدات، انا النهارده لعبت بال 120 وجبت بيها 8 عدات. وده ليه؟ عشان اهم حاجه في الجيم ان انت تحافظ على نفسك طول الوقت، ان انت تعرف تستمر. انا كنت ممكن اضغط على نفسي واحاول اجيب بال 130 6 7 عدات، بس كنت ممكن اتعرض لاصابه، وده لان مش في الفورم بتاعي الطبيعي اللي انا بقدر اتمرن بيه. فاذكى حاجه دايما تعملها لنفسك في الجيم انك تحاول تحافظ على نفسك من الاصابات، لان الجيم هي لعبه استمراريه. الناس دايما بتيجي بعد رمضان تقول لك هنعمل ايه في العيد. موضوع بسيط خالص، انت لو بتنشف مش هتخنق نفسك، انت كده كده رايح عزومات وخروجات وهتقابل ناس كتير وهتروح لقرايبك وهتخرج مع اصحابك. حاول بس تبقى معتدل، ما تبوظش كل اللي انت عملته في رمضان. مش هقول لك ما تاكلش، بس هقول لك حاول تبقى يعني بتاخد بالك في الاكل وانت بتاكل شويه، وخلي على الاقل وجبه واحده في اليوم بس هي اللي تخربط فيها، ما تخربطش طول اليوم. على الاقل انت معظم اليوم هتبقى قاعد في البيت وهتخرج بالليل ساعه ساعتين، يبقى هي دي الوجبه اللي هتبوظها. اما لو انت بتبلك فانت الموضوع مش فارق معاك، انت برضه مش هتفتح على الاخر، بس هتبقى الموضوع عادي يعني بسيط بالنسبه لك. كده كده هيبقى كله في سبيل الضخامه يعني. وبعدين 3 ايام مش هيعملوا حاجه، مش هيودوا الدنيا ورا الشمس يعني، مش هيبقوا هم دول نهايه العالم يعني. انت لسه قدامك السنه كلها. يعني دايما الناس بتحط في دماغها ان انا خلاص لو بوظت ال3 ايام دول يبقى كده خلاص كل اللي انا عملته راح. صدقني لا، عادي يعني. 3 ايام ده مش الفتره دي هي اخر فتره هتعمل فيها دايت ورياضه في حياتك يعني. معاك بعد كده اعمل اللي انت عاوزه وهتصلح كل اللي حصل في 3 ايام. حتى لو كنت بتنشف وخربطت في ال3 ايام ورجعت بعدها باسبوع شديت تاني، 10 ايام هترجع على الوزن اللي انت كنت ماشي عليه.
طيب يا شباب، دي كده كانت تمرينة النهارده. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد، وعايزكم تتبسطوا. زي ما انتم عارفين، أصعب حاجة في الفيديو هي قفلة الفيديو. فيلا، كل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم.